في إطار دفع الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي المصري الألماني، عقد وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى لقاءات هامة في العاصمة الألمانية برلين بهدف ترسيخ التعاون المشترك وضخ الاستثمارات الألمانية إلى الأراضي المصرية. لقد زرت مصر في الصيف مع وزير الاقتصاد جابرييل مع عدد كبير من الشركات الألمانية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين لما تخص به مصر من استقرار ومناخ استثماري جيد، فمصر شريك هام لنا ولأوروبا. حبينا نوضح انه اجراءات التراخيص اللي فيها مشكله تتحل وتعرض على مجلس النواب ان شاء الله. المميزات اللي بتمنح الاستثمار من قانون استثمار جديد داخل ان شاء الله، من اراضي بتمنح عن طريق حق الانتفاع، من انشاءات في الطاقه جديده. في اطار هذه المذكره بخلاف عدد كبير من اليات التعاون، نحن سنعمل سويا لتطبيق نظام التدريب والتعليم المزدوج الالماني، وده بالنسبه لي ليس فقط آلية لجذب الاستثمارات. المستثمر الاجنبي عاوز عامل متدرب ومعاه شهاده بتقول ان هو متدرب. هذا وقد وقع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مع رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية مذكرة تفاهم لدعم التعاون الثنائي بين البلدين. احنا النهارده جينا ألمانيا عشان نستطيع ان احنا من خلال اتحاد الغرف التجارية الألماني ان احنا نستعين بما يخص التدريب لديهم حتى نستطيع ان احنا نبني القطاع الخاص في مصر. لقد وقعنا مذكرة تفاهم ثنائي مع مصر لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي هي بالفعل علاقات متميزة. المستثمر يعرف مصلحته، وإذا كان المستثمر يعرف مصلحته فقطعا مصلحته هي مصلحة مصر. What's good for Germany is good for Egypt. هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري المصري الألماني 5 مليارات يورو خلال عام 2015. زيارة هامة للوفد الاقتصادي المصري لبحث أوجه التعاون المصري الألماني المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا والرابع على مستوى العالم. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. زيارة هامة للوفد الاقتصادي المصري لبحث أوجه التعاون بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا والرابع على مستوى العالم. إيمان البكري، قناة النيل، برلين.